مساء الخير يا حبايبي. النهارده هنعمل كب كيك ببيضة واحدة بس. عندنا بيضة وكوباية سكر، نص كوباية لبن، كوبايتين دقيق، معلقتين زبادي، معلقة جوز هند والفانيليا. انا بس نسيت احط البيكنج باودر، هنحط معلقتين شاي. الباودر اهو، ادي معلقة دي مش مليانة، هما معلقتين اتنين بس. هنجيب الخلاط بتاعنا، نكسر البيضة وهنحط عليها الفانيليا وهنحط اللبن. انا نسيت اقول لكم بس عشان نفس الكوبايه هحط نص كوبايه زيت اهي. هنضرب اللبن مع البيضه نص كوبايه زيت وادي معلقتين الزبادي عشان بس يدوها طراوه، وهنخلط. نحط السكر يا حبايبي الكوبايه عشان ايه ما يبقاش تقيل بس على الخلاط، وهنضربه بقى كام ضربه كده ونرجع. هنحط جوز الهند وهنبتدي نحط الدقيق. احنا خلطنا البودر، كل كوباية دقيق عليها 1 بودر. في اي كيك تعملوه هو ده العيار الصح. نحط دي معلقة ودي معلقة، ده خل. وهنقلب. احنا كده خلصنا. العجينة طلعت متماسكة شوية، فكانت ايه محتاجة بس يا دوبك معلقتين 2 لبن او مية، مش مشكلة. بس هنلم بس العجينة عشان نحطها. اظن مفيش اسهل من كده ولا اسهل من كده اهي. كده مظبوطه 100 100. بس حاجه بصوا حبايبي، الورق ده او العلب دي او الكوبايات دي سموها زي ما تسموها، هي مدهونه. صب بقى كله ونرجع لكم، او هنرجع لكم بقى بعد ما تطلع من الفرن هندخلها الفرن. بصوا حبايبي، هنحطها على درجه حراره 180، طبعا مش تحت، في الوسط على الشبكه، وايه وهنشوفها لما تطلع. تابعوني. بصوا حبايبي، بصوا الجمال، عايزاكم تشوفوا. بصوا عامله زي السفنجه، شوفوا عامله ازاي اهي. كله بيطلع، نفتح وتطلع. شايفين؟ افتح لكم واحده. بصوا بس لسه سخنه مولعه، ما ينفعش انها تتفتح اهي. شايفين عامله ازاي؟ جميله جدا وطعمها حلو قوي. في اللانش بوكس بقى تبقى فوق الرائع اهي. كله
يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، وبالهنا والشفا، ويا ريت تتابعوني على قناتي، وباي باي.